كل بيت وراه حكاية، وكل شباك مقفول جواه أسرار، في اللي بنعرفها وفي اللي بتفضل مدفونة للأبد. بس يا ترى ايه اللي ممكن يحصل لو في يوم ومن غير قصد شفت سر من الأسرار دي، سر أكبر منك ومن خيالك؟ قصتنا النهاردة عن نور، شاب ملاذه الوحيد في الدنيا كان البلكونة بتاعته، لحد ما في ليلة البلكونة دي اتحولت لمسرح جريمة، وهو بقى الشاهد الوحيد، الشاهد الصامت. نور شاب عنده 25 سنة، لو بصيت عليه من بعيد هتشوفه شاب عادي جدا، يمكن هادي زيادة عن اللزوم، بس الحقيقة ان نور جواه عالم تاني خالص، عالم من القلق، من الخوف. الدكتور شخصه رهاب اجتماعي، Social Anxiety Disorder. فكرة انه ينزل الشارع او يتكلم مع حد غريب او حتى يرد على التليفون لو نمرة مش متسجلة كانت بالنسبة له كابوس. ابوه متوفي من وهو صغير وعايش مع والدته الحاجة زينب، ست طيبة جدا، كان كل همها في الدنيا انها تشوف ابنها كويس. كانت دايما بتقوله يا نور يا ابني انزل شوف صحابك بتوع زمان، اخرج يا حبيبي، الدنيا بره مش بتعد. بس نور كان رده دايما ابتسامة بهتانة وهزة راس. عالم نور الحقيقي كان بيبدأ وينتهي في مكان واحد، البلكونة. بلكونة شقتهم في الدور الثالث كانت هي مملكته، ملجأه، والنافذة الوحيدة اللي بيشوف بيها الدنيا اللي هو خايف يواجهها. وركن أساسي في المملكة دي كانت صديقته الوحيدة، النضارة المعظمة، كان وارثها عن والده. من خلال النضارة دي نور كان بيعيش حيوات تانية، كان بيشوف العالم، قصص بتتحرك قدامه، كان عارف كل تفاصيل الشارع وبالذات جيرانه اللي في العمارة اللي قصاده من غير ما يكلم ولا واحد فيهم. يعني مثلا أستاذ عماد في الدور الرابع، الراجل الأربعيني الشيك اللي بيجيب لمراته ورد كل يوم خميس. نور كان عارف ان ورا الورد ده خيانة، كان بيشوف عربية غريبة بتركن تحت العمارة بالليل، والأستاذ عماد ينزل لها بعد ما يتأكد ان الشارع فضي ويرجع بيته قبل الفجر بساعة. نور كان بيشوفه وهو بيمثل دور الزوج المخلص الصبح، ويقول لنفسه يا ترى مراته عارفة؟ طيب لو عرفت هتعمل ايه؟ وعلى النقيض تماما كان فيه القصة اللي نور بيحبها جدا، قصة سلمى اللي ساكنة في الدور التاني، بنت في سنه تقريبا، كانت بيضة وقصيرة شوية وعينيها واسعة، عندها كلب صغير لونه بني واسمه بندق. كل يوم الساعة 6 المغرب بالظبط سلمى كانت بتنزل تمشي بندق في الشارع. نور كان بيستنى الميعاد ده بفارغ الصبر، كان بيظبط نضارته المعظمة على مدخل العمارة ويتابعها وهي بتتمشى، شعرها بيطير في الهوا، ولما بتضحك لو بندق طلع يجري ورا قطة. كان بيتخيل حوارات كاملة معاها، يسألها عن يومها وهي تحكيله عن مشاكلها في الشغل. في خياله كان فارس أحلامها الأول، وفي الواقع كان مجرد خيال بيبص عليها من بعيد. حياته كانت ماشية على الروتين ده، الصبح قلق وتوتر من أي احتكاك بالعالم الخارجي، ده لو اضطر إن هو ينزل، وبالليل بيبدأ العرض. كانت ليلة من ليالي الصيف المتأخرة، الساعة عدت 2 بعد نص الليل، الدنيا هدوء، وأم نور كانت نايمة من بدري، ونور كالعادة قاعد في مملكته البلكونة.
الجو كان هادي زيادة عن اللزوم، ونور كان حاسس بالملل. وجه نضارته المعظمة بشكل عشوائي على شبابيك العمارة اللي قصاده، اللي أغلبها كانت ضلمة، أصحابها نايمين إلا شباك واحد، شباك شقة الأستاذ عماد في الدور الرابع. النور كان خافت، جاي من أباجورة. في الأول نور شاف خيالين بيتحركوا، افتكر إنه المشهد المعتاد، الأستاذ عماد ومراته بيتخانقوا كالعادة قبل ما يناموا. وجه النضارة المعظمة أكتر عشان يشوف بشكل أوضح، بس المرة دي الموضوع مختلف تماما. الحركة ما كانتش مجرد خناق، كانت أعنف. شاف الأستاذ عماد بيزق مراته بعيد عنه، شافها وهي بتحاول تدافع عن نفسها. الصوت كان مكتوم لكن الصورة كانت أوضح من الشمس. شاف إيدين عماد بتتحرك ناحية رقبتها، وشاف تعابير وشها بتتغير من الغضب للخوف، وبعدين للفزع، وبعدين سكون. نور حس بقلبه هيقف، الدم هرب من وشه. اللي شافه ده مش خناق، لأ، اللي شافه ده جريمة. في اللحظة الرعب دي ايديه اللي كانت ماسكة النضارة المعظمة اترعشت. حاول يرجع لورا عشان يستخبى، بس النضارة فلتت من ايده ووقعت على الارض. صوت المعدن وهو بيخبط في حديد البلكونة عمل صدى صوت مرعب، صوت عالي وواضح ومميت. نور اتجمد في مكانه، قلبه كان بيدق جوه ودانه. وطى بسرعة عشان يستخبى ورا سور البلكونة، وهو بيدعي ان محدش يكون سمع حاجة. بعد ثواني حس انها الاطول في حياته، اتشجع وقرر يبص تاني بحذر. رفع راسه بالراحة فوق سور البلكونة وبص على شباك أستاذ عماد، وهنا كانت الصدمة الحقيقية. الأستاذ عماد كان واقف عند الشباك، مش بيبص ناحية مراته اللي على الأرض، لأ، كان بيبص بره، بيبص ناحية بلكونة نور. عينيه كانت مركزة عليه بشكل مباشر جدا، وكأنه عارف مكانه بالظبط. وفجأة الأستاذ عماد ابتسم. ما كانتش ابتسامة عادية، كانت ابتسامة باردة مرعبة ما فيهاش أي مشاعر. ابتسامة بتقول أنا شفتك وعارف إنك شفتني. ساعتها نور حس برجله مش شايلاه، رجع لورا وهو بيزحف، ودخل شقته وقفل باب البلكونة كأنه بيقفل على وحش. سند ظهره على الباب وهو بيترعش وبيتنفس بصعوبة. الليلة دي نور منامش، فضل قاعد في الصالة حاضن ركبته وعينيه على باب البلكونة المقفول. كل صوت كان بيسمعه في العمارة كان بيخليه يتنفض. صوت الأسانسير، صوت باب شقة بيتقفل، حتى صوت التلاجة وهي بتشتغل. عقله كان في حرب. جزء منه بيقوله انت شفت جريمة قتل، لازم تبلغ البوليس فورا. وجزء تاني، الجزء اللي الرهاب الاجتماعي زرعه جواه، كان بيقوله هتبلغ تقول ايه؟ هتقول لهم كنت قاعد بتجسس على جيراني؟ مين هيصدقك؟ هيقولوا عليك مجنون او متواطئ. انت اصلا مش واثق في نفسك، عايز الناس تثق فيك ازاي يعني؟ بس السؤال الاخطر اللي كان بياكل في دماغه، هو اللي انا شفته ده حقيقي اصلا؟ نور كان بيقول لنفسه ما يمكن اني كنت تعبان، او يكون ده خيال. عقله الباطن اللي عارف ان الراجل ده بيخون مراته صور له المشهد ده. هو طول عمره بيخاف من الناس، اكيد عقله بيخلق له اسباب زيادة عشان يفضل مستخبي. الشك كان بيقتله اكتر من الخوف. فضل طول اليوم محبوس في اوضته، بيبص على باب البلكونة كأنه باب زنزانة، ما قدرش يقرب منه.
مملكته اتحولت لأرض عدوه. كل ما يفتكر ابتسامة الأستاذ عماد جسمه بيقشعر. عقله بيقوله خيال، بس قلبه بيقوله حقيقة. بعد الظهر سمع صوت حركة في العمارة اللي قصادهم. بص بحذر، بس المرة دي من ورا شباك اوضته. شاف عربية بوليس وعربية اسعاف. شافهم بيشيلوا جثة متغطية بملاية بيضة من العمارة. ايه ده الموضوع حقيقي بقى. مدام نادية ماتت بجد. الخوف اللي حس بيه اتحول لرعب حقيقي. القاتل مش بس شافه، ده كمان عايش على بعد خطوات منه وحر طليق. نور بص على التليفون وفكر يتصل بالبوليس. مسك الموبايل وكتب 122، بس صوابعه اتجمدت. هيقول ايه؟ لو قفشوا القاتل هيجيبوه المحكمة عشان يشهد. هيقف قدام القاضي والناس والمحامين، ووش القاتل هيبقى في وشه. فكرة المواجهة دي كانت مرعبة جدا، أكتر من فكرة إن القاتل يسيبه في حاله. في اللحظة دي سمع صوت جرس الباب بتاع شقتهم. قلبه وقع في رجليه. بص من العين السحرية لقى والدته الحاجة زينب. دخلت تحكي له على اللي بيحصل في العمارة اللي في وشهم. عارف البنت اللي ساكنة قصادنا؟ نادية مرات عماد، اتوفت امبارح يا عيني. قابلته تحت كان لابس اسود وكان حزين قوي وبيعيط. جات لها أزمة قلبية، ادعي لها بالرحمة. نور وقف مكانه وكان بيسمع ومش مصدق كمية الكذب اللي بتتقال. أزمة قلبية؟ ما قدرش يحكي لأمه، هيخوفها على الفاضي، وممكن هي كمان ما تصدقهوش. نور كان حاسس ان الهوا بيتسحب من صدره. الشك اتحول ليقين. الراجل ده قاتل، وهو عارف ان نور شافه. ودلوقتي نور بقى محبوس بين 4 حيطان، ومحبوس جوه خوفه. البلكونة اللي كانت ملجأه الوحيد بقت مصدر رعبه، والنضارة المعظمة اللي كانت شباكه على الدنيا دي بقت الدليل اللي ممكن يموته. نور بقى قدامه اختيارين أصعب من بعض. يا إما يفضل ساكت ويعيش طول عمره في رعب، مستني اللحظة اللي القاتل هيقرر يخلص منه فيها، يا إما يواجه أكبر مخاوفه في الحياة ويخرج للعالم عشان يتكلم ويدفع تمن الحقيقة اللي ممكن يكون حياته. تفتكروا نور هيعمل ايه؟ هل الشاب اللي بيخاف يطلب أكل في التليفون هيقدر يواجه قاتل بدم بارد، ولا الخوف هينتصر ويبقى نور هو الضحية الجاية؟